اوعى تدعو بهذا الدعاء إلا عند الضرورة القصوى. بالله عليك، مرة تانية وتالتة، بالله عليكم يا ستات، أنا بقول لكم قبل ما أقول الدعاء أهو، أو قبل ما أقول الهدية، بالله عليكم اوعوا الدعاء ده إلا عند الضرورة القصوى. هذا الدعاء لا يعلم للصبيان ولا للسفهاء. في بعض الناس كده ربنا يعافيك مهمتهم في الدنيا أذى الناس، ومهما حاولت بكل طريق إن أنت تكف أذاه عنك مش هتقدر. هو كده ربنا خلقه يؤذي في خلقه ابتلاء لخلقه، لا نصح ولا إرشاد ولا كلمة طيبة، ولا يعرفون لصديق حق ولا يراعون في جار شرع. فالإنسان اللي انت يأست منه وخلاص جبت آخرك منه في أذاه هتعمل اللي هقول لك عليه ده، ولكن احذر لأن الله سيقسمه. احذر، مفيش في الدعاء ده تهريج ولا فيش فيه تجريب. حضرتك هتصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة والنصر على المظلوم، وبعد ما تسلم تقول، ترفع ايدك كده وتقول اللهم ربنا وإلهنا ومولانا صل على سيدنا محمد نبينا وسلم. اللهم اكفنا شر أعدائنا ومن أراد بنا سوءا فأحطه به كإحاطة القلائد، يعني الأعناق. اللهم اكفنا شر أعدائنا ومن أراد بنا سوءا فأحطه به كإحاطة القلائد بترائب الولائد، أعناق الإماء والنساء يعني، وأرسخه على هامته وسط الرأس كرسوخ السجيل، الحجارة المشتعلة بالنار، على هام أصحاب الفيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الدعاء تاني بعد ما تصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة والنصر على المظلوم، تقول بعد ما تسلم وانت قاعد مكانك ما تقومش، اللهم ربنا وإلهنا ومولانا صل على نبينا سيدنا محمد وسلم. اللهم اكفنا شر أعدائنا ومن أراد بنا سوءا فأحطه به كإحاطة القلائد بترائب الولائد، وأرسخه على هامته كرسوخ السجيل على هام أصحاب الفيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إياكم والتجربة في هذا الدعاء، أو أن تعلموه لصبيانكم أو لسفهائكم، إياكم وأن تفعلوه في ساعة غضب، فإنه لا ينفع معه عودة ولا رجوع ولا ندم.